مليون مليون مبروك للشعب المغربي الشقيق. تامر، عايز تقول حاجه للشعب المغربي؟ لا اكيد احنا فرحنا بقى خلاص. يعني احنا يا رب ان شاء الله يكون البطوله للمغرب، وحاجه تشرف طبعا للدول العربيه يعني اللي صحيح. منتخب لا عربي. انا دايما بيبقى عندي تعاطف مع البلد المنظمه، وخصوصا كمان بتقول بلد عربي وبقى لها 50 سنه ما خدتش البطوله فمن حق الشعب المغربي انه يفرح يعني. اكيد، وان شاء الله ياخد البطوله تكون سهله. يعني المنتخب نيجيريا اقوى من السنغال بمراحل. صحيح. وهيكون عندنا صعوبه جدا المباراه الثالث والرابع. صحيح. بس هم بس يستطيعوا ان هم يعني ايه يعدوا الاجهاد، لان هم لعبوا 120 دقيقه مع حرق اعصاب في موضوع ضربات الجزاء، عكس المنتخب السنغالي لعب 90 دقيقه بس. لا هيبقى الافضليه. وعندهم وقت راحه زياده، لعبوا 7. انت دلوقتي بتلعب على الارض بتاعتك وجماهيرك والمسانده دي هتلاقي تطلع الباور كله. وان شاء الله تكون البطوله للمغرب. يعني انا خلاص انت عندك خلاص نيجيريا دي كانت عقبه كبيره جدا، كاميرون نفس الشيء، كوت ديفوار. طب طالما نيجيريا عقبه كبيره جدا هتلعب مصر. ايوه، ما انا بقول لك هتبقى ماتش صعب جدا. ماتش صعب جدا. بونو الاعجازي، بونو باداء توب التوب بيصعد بالمغرب على ارضها وسط جماهيرها العظيمه الى المباراه النهائيه، اللقب اللي كل جمهور المغرب بيتمناه وبيحلم بيه. بونو بيصعد بالمغرب بعد ما صد ضربتين جزاء من نيجيريا، من لعيبه نيجيريا اللي هم اضاعوا 2 والمغرب ضيعت 1 عشان تصعد المغرب الى المباراه النهائيه 4-2 في نهائي. كل الناس بصراحه من قبل البطوله متوقعه ان المغرب بالجيل الذهبي ده، بالجيل الاستثنائي ده، هتكون موجوده في اللقاء النهائي. مش بس عشان هم جيل فنيا جامد جدا، عشان هم شخصيات لعيبه جامده، وابرزهم او من ابرزهم واهمهم هو ياسين بونو. هي دي شخصيه بقى اللعيب الدولي الجامد العظيم اللي يقدر يرجح كفه فريقه وهو بيلعب في ركلات الجزاء الترجيحيه، وما ادراك ركلات الجزاء الترجيحيه بكل الشد العصبي والضغط اللي ممكن لعيبه كبيره جدا تلاقيهم في الاوقات اللي زي دي ركابهم بتخبط في بعض، وانا اسف يعني عاملين زي الفيران في الماتشات اللي زي دي، في الاجواء اللي زي دي في وسط جمهورك بالضغط ده كله. هو واقف اسد بيقدر يصد ضربتين جزاء ويصعد بمنتخب المغرب للمباراه النهائيه. كل المباركات الى الشعب المغربي الشقيق العظيم اللي بيموت في مصر واحنا بنعشقهم. وصولهم الى المباراه النهائيه عشان يلعبوا ان شاء الله السنغال في المباراه النهائيه، واحنا نلعب نيجيريا في اللقاء الثالث والرابع. كابتن محسن، اعتقد صعود مستحق تماما المغرب للمباراه النهائيه. هو توقع من بدايه البطوله عطفا على مستوى فريق المغرب في المباريات ما قبل البطوله، ولكن في البطوله نفسها قدم مستويات مقنعه ويستحق، مش بس عشان المستوى الفني اللي أدوه، لا ده عشان التنظيم الرائع، عشان الحضور الجماهيري اللي موجود، عشان الملاعب العالمية اللي موجودة. وده تتويج لجهود استمرت سنين. يعني كنا بنتكلم دلوقتي عماد وحسني على أساس التخطيط، ده التخطيط اللي بقاله سنين. يعني أنا كنت في المغرب، يعني شفت في كل، يعني عايز أقول لك إيه، في كل حي ملعب، يعني شيء غريب جدا، مليانة ملاعب، وبعدين عندهم كوادر ما شاء الله، عندهم خبرة على أعلى مستوى، عندهم تخطيط ممتاز جدا، عندهم رعاية للاعبين والناشئين من الصغر لغاية الكبر. عشان كده تقدر تقول إن المغرب بتعيش أزهى عصورها الآن في كرة القدم. نتمنى إن احنا يعني ناخدهم قدوة، مش عيب ناخد قدوة من الأفضل ونمشي على نفس الخطى، لأن احنا محتاجين تخطيط كويس. لما تنجيو المقابلة ديال اليوم مع الفريق الوطني المغربي، شو غادي نلقاو؟ غنلقاو بالنسبه للفريق الوطني المغربي انه الشيء اللي كنا تنأملوا انه غادي يتحسن مباراه بعد مباراه، وداك الشيء اللي وقع. وكنا تنتمناو تنقولوا بانه راه افضل شيء هو انهم بداو بشويه. يعني المقابله الاولى نهار مع القمور تحسن، يعني المباراة الثانية أفضل شوية واخا كان فيها التعادل، المباراة الثالثة كذلك مع زامبيا، ثم انتقلنا إلى تنزانيا. وغنلاحظوا بأنه كل ما كانوا الفرق قويين كل ما المستوى ديالنا تيطلع، وكل ما تلقاو فريق تيبغي يهاجم إلا وتيكون المردود ديالنا أفضل. صحيح أنه اليوم غنهضر بصفة عامة، ما نهضرش على الفرص اللي تاحوا، لأن الفرص اللي تاحوا لنا كثار، يعني لا ديال دياز ولا ديال حكيمي ولا ديال الزلزولي ولا ديال كاع اللاعبين. الفرص حنا كان عندنا 6 ولا 7 ديال الفرص. الفريق ديال نيجيريا اللي كما قلت بانه قبط الجزائر ما كانوش حاضرين في المقابله، داروا ما بغاو في المقابله، تحت لهم فرصه واحده ديال لقمان. التسديده ديال لقمان هي اللي كانت في المقابله، ولكن
مجرى ديال المقابله كان فيها اخذ ورد. لعبنا مع منتخب اللي هو قوي، راه لعب النهائيه الدوره الماضيه، عندهم مجموعه من اللاعبين الكبار، عنده جوج ديال اللاعبين عندهم كرات ذهبيه، عندهم لاعبين في مستوى عالي، كلشي يلعب في انجلترا في المستوى العالي جدا. ولكن الفريق الوطني المغربي الى اوسيمين ما كانش، وما كانش لقمان، وما كانش ادامس، بمعنى انه راه كانوا لاعبين اللي كانوا رادينهم. كان عندنا تخوف كثير حنا منذ، ما كانش فينا اللي ما كانش عنده تخوف من وسط الدفاع. وسط الدفاع كان في مستوى عالي. مسينا واكر داروا مقابله من اروع ما يكون، بحيث انه شنو هاد الضربات الراسيه اللي دار اوسيمين. فإلا جينا نشوفوا المستوى ديال المقابله غنلقاو بانه على العموم كانت مقابله من احسن المقابلات، وكانت مقابله جديره باش تكون مقابله نهائيه ديال كاس افريقيا. صراحه يعني المنتخب النيجيري كان عنده رغبه حتى هو باش ينهي المقابله، ولكن يعني الطريقه باش لعبنا ديال انه نديروا الضغط على حامل الكره، حتى هما كيديروا الضغط على حامل الكره، بمعنى انه الفراقي بجوج كانوا تيديروا نفس الاسلوب. لما تكون عندهم الكره تنضغطوا عليهم باش ما نخليوش يبنيو. نفس الشيء بالنسبه لنا، ولكن تيظهر لي بانه وليد الركراكي تفوق وتوفق ايضا في تقديم مقابله، بالرغم من انه كان بعض الكرات ضائعه في الشوط الثاني، ولكن مثل هذه الكرات تضيع. هذه الكرات اللي ضاعت او الاخطاء اللي ارتكبت من بعض اللاعبين، هذه تكون فقط للمدرب باش ينبه بها اللاعبين لما يكون ذاك الفيديو، ماشي غنقول تعليمي، ولكن ذاك الفيديو كريتيك اللي تيلاحظ على اللاعبين. 6 ساعات واحنا الاعصاب مشدوده، ومع مصر ثم مع المغرب ثم ضربات الجزاء، ولكن على الاقل نصف فرحه باش ما نقولش فرحه كامله، لانه مصر في القلب كذلك، المغرب في القلب كذلك، وبالتالي نصف فرحه تخلينا ديما نعملوا. فما ربما لقب نجم يكون عربي، وعربي بامتياز. وأنت تستحق الامتياز يا فتحي، تستحق الامتياز، لأنك ذكرت بالأمس بونو المونديالي يصعد بالمغرب للنهائي الغالي، وتوقعت أن هذه هي تكون مواجهة ومباراة بونو، فعلا كانت مباراة بونو، خصوصا بالتصدي الخيالي في ركلة الترجيح. فعلا ما يلزمش تكون تعرف برشا كورة باش تفهم، باش ربما تتنبأ وأنها مقابلة بونو، لسبب بسيط جدا. أولا لأنه بونو خلال كامل الدورة، خلال تقريبا ال5 مقابلات السابقة كان متفرجا، وقلت وأنه حضوره يجب أن يكون في يوم الحسم، وكان حاسما. وعندما طلب من بونو الحضور أجاب: أنا هنا. بونو شوف الحاجة راهو عشناها، بونو بالتصدي الأول ثم التصدي الثاني، في لحظات الرعشة اللي عايشينها احنا انقلبت إلى فرحة، في لحظات الخوف كنا خايفين انقلب إلى انفجار بروعة الانتصار. شاهد الركلة الثانية، لا ركلة الترجيح، ما شاء الله تبارك الله، ها وضع يده ما شاء الله على تبارك، الكأس. يعني صراحة ردة فعل، ردة فعل فعلا يستحق هذه الفرحة في حمل اللاعبين لياسين بونو. ردة فعل في ركلة الترجيح الثانية أبدا لم نشاهدها، سنعلق عليها. عندك تعليق على اساس بروح للحساب؟ كلمة فقط على هذه، وكأن ياسين بونو لأنه